من الأفلام الجديدة المقرر عرضها خلال أيام هو فيلم الخميس اللي جاي، وهو من بطولة عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد ومي كساب وعدد تاني من النجوم. الفيلم من إخراج حسن صالح، وأحداثه بتدور في إطار خيالي عن أب وبنته بيتعرضوا لمواقف كوميدية بسبب قصر ملعون. وعشان نتعرف أكتر عن الفيلم كان لينا لقاءات مع أبطاله هنشوفها مع بعض في التقرير اللي جاي. هو الخميس اللي جاي إن شاء الله. فيلم دمه خفيف. بصراحة أنا كنت سعيد أن أنا شاركت في فيلم الخميس اللي جاي. من الأفلام اللي أنا بصراحة يعني وأنا بصورها ضحكت فيها من قلبي بشكل مش طبيعي. النص من بداية السكريبت اللي مكتوب، النص كان مكتوب دمه خفيف. مغامرة برضو رهيبة من الإنتاج إنه يخش يعمل فيلم. يعني تقدر تقولي كده في كمية الجرافيك دي، لأن هو في جرافيك كتير وفانتزي وكوميدي. يعني تقدر تقولي كده يعني احنا طالعين بقى يعني بالبلدي كده طالعين عفاريت. انا وعيلتي كلها، اللي هو عمرو عبد الجليل ومي كساب ومحمد عبد العظيم ومجموعة كبيرة قوي من الفنانين مشاركين في الفيلم، وبيومي فؤاد، كل دول عفاريت بقى. ف... فتربية الفيلم نفسه والمكان اللي بنصور فيه اللي هو القصر اللي بتدور فيه الأحداث يعني لا متعوب فيه الصراحة. يعني متعوب فيه على مستوى الفكرة والكتابة، متعوب فيه على مستوى الإنتاج والإخراج، وكمان يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي كده ايه كوكبة، يعني في كوكبة كده في الفيلم. اسلام ابراهيم وبيومي وعمرو عبد الجليل ومحمد طعيمة وسلطان وإيمان السيد ومي كساب. فتحس طول الوقت انك ايه يعني في ماتش كده، مباراة بين الفنانين في المحاولات ان كله عاوز يبقى يعني الضحك بقى في حتة حلوة يعني ان شاء الله. انا بعمل دور عصمت ده اللي هو وريث العيلة اللي هي صاحبة القصر، والمفروض ان انا عامل دور العريس اللي هو المفروض فرحه الخميس الجاي. يعني الاحداث بتدور في، مش عاوز احرق اللي هيحصل، بس هو يعني المفروض ان انا ببقى بتجوز مي كساب، هي طالعه بنت عمي وعمي عمرو عبد الجليل بقى يبقى عمي وكده. بعد كده بيحصل مشاكل كده، فبنضطر نجيب بيومي عشان يحل الموضوع. هو بيومي طالع ساحر، احداث غريبه كده. فبدل ما يجي يعني يكحلها بيعميها زي ما بيقولوا كده، وبسببه بيحصل لعنه كبيره قوي بتدور عليها احداث الفيلم كلها. يعني انا عامل شخصيه امين ده الدراع اليمين والغفير والبواب والطباخ والسفرجي كل حاجه بتاع الاستاذ محمد عبد العظيم، اللي هو الند بتاع الاستاذ عمرو عبد الجليل في الفيلم. فهو احنا يعني هي كذا تركيبه، بيتعمل كذا تركيبه، يعني هو بواب وجنايني وسفرجي وطباخ وكاتم اسرار وبيتبهدل، يعني هو بصي حاجات كتيره. حتى لما لما كان مثلا بيتضايق من حد وعايز يعذبه ما بيعذبوش، بيعذبني انا يعني كده. انا عامل شخصيه خليل، دراع سالم بيه اليمين، سالم بيه اللي هو بيعمله الاستاذ عمرو عبد الجليل، والمنفذ بتاع كل العمليات والمقالب اللي بيعملها في ابن عمه اللي هو غانم بيه فنان محمد عبد العظيم. في صراعهم اللي بيوصل في نهاية الحكاية اللي يعني واحد من يعني اللي تسببوا في حرق الفيلا وتحويلنا إلى عفاريت. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.